لدي سؤال. اتفضلي. امرأة تعمل في شركة لبيع المنتجات في نعم. كل شهر، فإذا هي أكملت عدد معين من النقاط تهديها الشركة هدية، فهي تأتي بمنتجات من الشركة. نعم. وكي تكمل النقاط تزيد في عدد المنتجات، وكل شهر يختلف ثمن المنتج، مرة بالنقص ومرة بالزيادة. فإذا هي أتت بمنتج في شهر ماض بثمن أعلى من ثمنه في هذا الشهر وباعته على ثمنه الذي اشترته به، والمنتج في هذا الشهر ثمنه أقل مما اشترته به، فهل تكون آثمة والزيادة حرام؟ بارك الله فيك يا سمر. ده انت سؤالك يعني عويص. سؤال عويص. لا، الذي أعجبني في سمر لا أعرف سنها، نعم. لكن لغتها ما شاء الله سليمة ما شاء الله. يعني حتى لو كانت تقرأ من ورقة نعم. فما شاء الله أيضا الكلام مستقيم والشكل الكلام وضبطه صحيح إن شاء الله. نعم. طبعا معروف هذه الشركات الموجودة الآن، ومنها شركات في مصر، وهذا يعني السؤال أدوات التجميل وما ذلك. نعم، يعني طرح علي كثيرا في الهاتف، لكن الأول مرة يطرح علي في وسائل الإعلام، وأنا لم ألتقي بمدير الشركة رأسا، وإنما التقيت ببعض من يعمل معه، والتقيت به مرة وسألته عن هذا سؤال يعني غير مستفيض. المهم فهمت أنه لابد من دفع اشتراك أولا للعضو، نعم. 10 جنيهات تقريبا على ما نعم. أذكر، وبعد ذلك يعمل مسوقا لهذه المنتجات. أولا يشترط لهذا العمل أن تكون هذه المنتجات منتجات صحيحة صحية، وألا يكون فيها ضرر على أحد، وأن نتأكد من ذلك. الأمر الثاني أن تكون بسعر المثل، ألا يكون فيها غش لأحد ولا غبن لأحد. الأمر الثالث أن يكون هذا المبلغ الذي هو اشتراك غير متجدد، مبلغ مقطوع للعمل كعضو في هذه الهيئة والمؤسسة. وإن كان البعض يمنع أيضا لأجل هذا، لأنهم يقولون يا أستاذ أسامة يدفع ليأخذ وهو لا يدري ما سيأخذ. نعم. فأشبهت القمار. لكن 10 جنيه في هذا الوقت تعد مبلغا تافها لا يحصل شيئا، فهي فعلا تساوي شيء من فتح الباب أو من هذا القبيل. فلا بأس إن شاء الله أن يشترك فيها أحد وأن يعمل فيها، وأن يأخذ نسبة من الأرباح، أو أن يأخذ مبلغ من المال مقطوع، أو أن يأخذ نسبة معينة على المبيعات إن باع مبيعات معينة. لا بأس بهذا إن شاء الله، إذا كانت حدود المعاملة بهذه الصورة. نعم. ونحن نحكم على إطار السؤال وليس على حقيقة الأمر. نعم. فحقيقة الأمر لابد أن تعرض على من يجيب على مثل هذا السؤال في ملف كامل بنظام عمل الشركة وباللوائح الداخلية للشركة وغير ذلك من الأمور. نعم. عبد الله من السعودية، السلام عليكم.